شوف هؤلاء الذي حضروا مؤتمر الرياض محكومين على انفسهم، حكموا على انفسهم الان. يعني بدون ما نحاكمهم حكموا على انفسهم الا عوده. الا عوده ليش؟ لانهم باركوا العدوان. واحد يبارك العدوان وتشتي تعود الى قريتك ولا بيتك وانت باركت العدوان، خذ لك فلوس مش مشكله. يعني خذوا من اموالهم صدقه، هم يعني عندهم اموال خذوا منهم فلوس. هذا تهديد. لكن اما انك تبارك العدوان هذه خيانه، خيانه وطنيه لا بعدها خيانه. انت اكثر الشعب اليمني اكثر حقدا على الذي حضروا مؤتمر الرياض والذي باركوا العدوان اكثر من حقدهم على ال سعود. أنتم تهددون من ذهبوا إلى الرياض بمصادرة أموالهم بمنعهم من العودة؟ أنا لا أهددهم، يهددهم الشعب مش أنا. أنا الآن قيادات حزب المؤتمر قالت هذا الكلام. بالأمس كان هناك اجتماع كما أعمل تهدئة في الشارع وأقول لهم اتركوه ما يشكلوا رقم. أنتم دعيتم الشعب إلى حمل السلاح لمواجهة العدوان أو كما وصفتم؟ أنا لمواجهة الفتنة الطائفية، لمواجهة الفتنة الطائفية والحرب الأهلية. لكن هناك لكن انا اواجه الاف 16 والاف 15 بالكلاشنكوف؟ كلا. طائرتنا دمرت، مدرعاتنا دمرت، مخازننا احترقت، جامعاتنا ضربت، مستشفياتنا ضربت، ما عندنا مشكله، لكن احنا موجودين. احنا موجودين 25 او يقترب 26 مليون بشر موجودين. ما تقدروا تزحزحونا من جنبكم يا آل سعود ولا كيلو واحد. مش هذه، لا هذه هذا مسكين حاله ما حد يتكلم منه، هذا انتهت شرعيته تماما، انتهت شرعيته من لما هرب من صنعاء وهرب من عدن، والان يهرب من الرياض. الان الرياض قضي خط احمر عنده. هرب منكم؟ هرب، لا مش مني انا والله، ما انا ما هرب. هو بس في ذاكرته هو ابنه انه علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح، كان يرقد وعلي عبد الله صالح قدامه، ويبكر الصبح علي عبد الله قدامه، يجوا الزوار من عندي ولا من المؤسسات ومن كذا يزوروا ويشكي من علي عبد الله صالح. ما بيتكلم، ما يسأل، سيب السلطة، زي ادالك السلطة، علمك السلطة، اقسمت يمين انك هذا اللي يتمنى بعد عامين ان يجي خلفي، وحكى الصوت الجميل هذا، ان ياتي خلفي الى هذا المكان ويستلم من هانئ. وبعدين مددوا له، مددناه 20 مده، ادينا للتمديد من موفنبيك. يا اخي شرعيتك انتهت، سنتين روح. لكن انتم ظليتم في السلطه 33 سنه. ما بانتخاب، ما انا عمري شوف لن اغتصب السلطه لا بالمدفع ولا بالرشاش ولا بدم. انا جيت بانتخابات برلمانيه، اجيت في 78 بانتخابات برلمانيه، اجيت بعدها بانتخابات برلمانيه، كلها برلمانيه، كلها مؤسسات دوله. هو بس الناس جاحدين، الناس الجاحدين الاخوان المسلمين وبقيه الناصرين هذول المساكين هذا يشكلوا رقم مساكين، لا يشكلوا بس زي عذب الويل يفرح. من الذي يشكل رقم اليوم في اليمن؟ يا ثلاثه صراحه. الرقم الاول هو المؤتمر انصار الله، الاخوان المسلمين، هذه ثلاثه ارقام. المؤتمر منقسم؟ لا ما منقسم، مساكين هؤلاء صاروا يطلبوا لهم زلط. انتم عيب بالنسبه لقيادات يا اخي راحوا يطلبوا لهم فلوس مساكين. ما لا تتكلموا عن اصحاب المؤتمر، المؤتمر مؤتمر كامل موحد العقيده، موحد المبادئ، موحد الاهداف. مساكين شوي محتاجين لفلوس. هذه قيادات مهمه وكبيره في حزبكم. خليناهم يصيروا يشيلوا لهم زلط. ايش حتشتغل؟ كل ما في الامر لماذا لم تعطوهم انتم؟ ما في معنا من المليارات الموجوده بحسب مجلس الامن حق 60 المليار ما اقدر اصرف منها. لماذا؟ هذه قال عليها حميد الأحمر. من يقول بأنكم بنيتم معسكرات في صنعاء وحولتم هذه العاصمة إلى معسكر كبير، وهذا ما يحدث الآن من استهداف للمعسكرات وسط العاصمة. معسكراتنا وسط العاصمة في عدن، في حضرموت، في كل مدينة من مدن اليمن والمعسكرات موجودة. هكذا. بنيتم ترسانة من الأسلحة لم تستخدم إلا في الحروب الداخلية. ترسانة، وأنا أقول صحيح ترسانة من الأسلحة احتياطي. اي دوله ذات سياده يكون عندها اسلحتها، يكون عندها احتياطي، يكون عندها كل شيء. لكنها تدمر الان هذه الاسلحه. تدمر، احنا يهمنا البشر، ما هي تدمر نعوضها. يدمر البشر والحجر والاسلحه والمنشات. احنا سهل، الشعب سيظل باقي، سنعوض الاسلحه وندي بدل الطيارات والدبابات ونسعدها. تتحدث فخامه الرئيس كما لو انك حاكم هذا البلد. انا اتحدث، انا مواطن، انا جزء من مواطني هذا البلد. أنتم تواجهون في الميدان الإصلاح فقط أم هناك من يتحدث عن تنظيمات إرهابية، عن القاعدة وعن القاعدة حق عبد الرب منصور، هي مش حق الإصلاح. هي فرخوا هؤلاء القاعدة من الإصلاح ولا السلفيين
هم خرجوا من تحت عبايات الاخوان المسلمين، كلها عبايه واحده. هي ايضا كانت تتبعكم. من هي؟ استفدتم منها في خلال الحكم. هكذا يقال. القاعده. لا بالعكس، انا قاتلت القاعده. انا قاتلت القاعده وتحالفت مع السعوديه وامريكا ضد القاعده. انا اذا من حق عبد ربه منصور هادي ان يتحالف مع السعوديه. يتحالف معهم، قد سلم نفسه، ما هو سلم نفسه لهم، سلم نفسه وسلم البلاد، سلم البلاد. تشتي تقع رئيس ما تستحي يا عيباه يا لو ما تشتي تقع رئيس على 25 مليون وانت هارب. هل سيعود؟ ايش يعود؟ تعال انا رحب اول من يستقبله انا. كيف؟ في المطار يجي، وانا اقول له يدي له الواعين حمايه من السنغال، والواعين من ماليزيا يجوا حمايه له، وانا استقبله يجي، واحنا نرحب به على العين والراس، مننا واخونا. بس انت قتلت شعبك، عاد حياه، كم بتعيش؟ كم جمعت لك هبرت لك فلوس من السعوديه؟ من لم يكن عنده ماله، رايت الناس قد ماله الى من عنده ماله. هكذا معك فلوس. والناس الان تميل اليكم بسبب هذا الامر. عندكم فلوس انتم ايضا. والله سالوا السعوديه كم دفعت. هذا سالوا السعوديه والبنك المركزي السعودي يقولوا لهم كم دفعت لعلي عبد الله صالح. انا لن استلم دينار واحد لا منه ولا من غيره.